الصيف وبمعيته أنواع الفعاليات التي تضفي على حرارته جوا من السرور والمتعة، ومهرجان التسوق واحد من تلك الفعاليات، وعمان حاضنة لها. فاليوم يشهد واحد من أقدم أحياء عمان عرضا للتحف النادرة والثمينة وللصناعات الحرفية واليدوية بشكل بازار مفتوح يتيح لزائريه التنقل بين ما عرض على البسطات من القديم والحديث. ارتأت جمعية أصدقاء الويبدة إنها تعمل بازار بالصيف، وخاصة الصيف بتعرف الناس بتحب إنها تطلع تشوف مهرجانات تشوف، فهذا اسمه بازار الباعونية جبل الويبدة، تقيمه جمعية أصدقاء الويبدة. عملناه مش السنة الماضية اللي قبلها، كان ناجح كتير. كررنا الآن وهيك شايف إنه في إقبال منيح. في عندهم أشياء قديمة في بيوتهم، قديمة يعني في من 100 سنة مثلا، في سجاد، في تحف قديمة جدا. هيك شايف فخار، حتى الأدوات اللي كانوا يستعملوها سابقا كمان موجودة في البازار. يعني في شيء هذا الرحى موجود، في المهباش، في كل الشغلات القديمة موجودة. هدفنا الأساسي هو المحافظة على التراث الأردني اللي موجود في الآثار الأردنية، مثل الفسيفساء والخزف والنسيج والحياكة. كلها هي كانت عبر العصور أجدادنا وآبائنا يتداولوها. فالآن عزمنا العقد بأن تكون هذا السوق اللي يظهر ما خلفه الآباء والأجداد من التراث، حتى يعني نعرض لجميع زوارنا ولجميع زوار هذا البلد كل ما يحتويه تراثنا من آثار قديمة، مثل النحاسيات والخزفيات والنسيج والفخار والفسيفساء إلى آخره. كلها هي منتجات يدوية مستوحاة من التراث الأردني. وأنت تجول بناظريك وسط زحام الزائرين، تستوقفك قطعة فنية تذكرك بماض جميل أو أثر يرتبط بتاريخ بلدك. فقد كانت التحف العراقية حاضرة وبقوة، متمثلة ببعض الفخاريات المرسوم عليها صور للملك فيصل الأول، وأخرى تعود للملك فيصل الثاني، بالإضافة إلى أنواط وأوسمة وذكريات من العملات القديمة. هو المشاركة اللي هون بالمعرض، هون بهمنا انه تيجي الناس على المعرض هون مشان يشوفوا تراث، الشغلات التراثية اللي مش بسهولة تلاقيها بأي محل. يعني بيجوا عندهم مثلا بيلاقوا كمان مثلا قديم، صحون إنجليزية، شغلات ملكية، مثل هذا الصحن الملك فيصل الثاني أيام ما كان فيصل أول ما استلم العرش. في بلاقي مثلا أباريق هاشمية كمان. طبعا مشاهدينا نلتقي بأحمد وهو إيراني مقيم في الأردن. مرحبا أحمد. أهلا بك. هلا الله. أحمد، حدثني عن مشاركتك في هذا البازار. والله المشاركة الأولى طبعا بالبازار الحالي، بس كان عندي مشاركات في بازار اللي قبل هيك اللي كان بالشارع تبع. طيب أحمد، الآن بضاعتك بأي شيء تمتاز، خصوصا أنت من إيران، وإيران يعني معروفة بالسجاد والصناعات الصوفية. أنا يعني بضاعتي أغلبها يعني سجاد إيراني قديم، ألوان طبيعية. هلا في عندك كمان إحنا بنصلح سجاد، نرسم، ننحت، نحفر على الخشب، هاي شغلاتنا يعني. الإقبال الجماهيري لمثل هذه الأسواق المفتوحة لم يقتصر على جنسية دون أخرى، وليس الغرض الشراء فقط، بل متعة المشاهدة التي يعيشها الزائر قد ترجع به إلى حيث تاريخ القطعة المعروضة. ولكم يعود بنا مثل هذا البازار إلى أسواق بغداد العتيقة والغنية كالصفافير والميدان وغيرها. هذا البازار هي تاني مرة بنقام بالويبدة، يعني بصراحة هلأ السنة منظم بشكل أكتر وكتير جميل، وعم بيستقطب ناس من جبل الويبدة ومن خارج جبل الويبدة، وهي مثل عم بتشوف كتير في حركة ناس، وخاصة في أجانب كتير. I live here in ويبدة. أسكن في جبل الويبدة وأحب هذه المنطقة لأن كل شيء فيها أثري. Well, I was born in Baghdad. أنا ولدت في بغداد عام 1928. والدي كان يعمل هناك، وأنا أستمتع دائما بمشاهدة الأنتيكات والتحف.
العبق الماضي وحلاوة الحاضر تنتعش هذه البازارات بكل ما يحاكي الفن الجميل. لرسالة عمان الأسبوعية، حيدر المحرابي.